مساء الخير، معاكم دكتورة ميادة صالح، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر بعيادات ديرما ألين. في ناس كتير بتسألنا عن بخصوص الليزر، وأنا جاية النهاردة أرد لكم على أهم الأسئلة دي. التجهيزات اللي بنعملها قبل جلسة الليزر: أول حاجة بنعمل شيفنج قبل الجلسة بيوم أو يومين، أو لو حد عندها إحساس الألم شديد شوية بتحط مخدر قبل الجلسة من نص ساعة لساعة إلا ربع. الليزر ممكن نبدأه عادي من سن 14 سنة، آمن جدا ومفهوش أي مشاكل. السيشنات الليزر بنحتاج من حوالي 8 ل 10 جلسات، بينهم حوالي شهر، وبعد كده بنبدأ نبعد الجلسات عن بعضها من 3 ل 4 شهور بين كل جلسة والتانية. السؤال الأهم بقى، هل الليزر بينتهي؟ لا، الليزر ما بينتهيش، بيفضل فور لايف. طبعا هتبقى كمية بسيطة جدا، لا تتجاوز 10% من كمية الشعر اللي كانت موجودة، وهيبقى الجلسة عبارة عن ريتاتش وما بتاخدش وقت طويل جدا. ايه التعليمات اللي بنعملها بعد جلسة الليزر؟ بنستخدم الكريمات اللي الدكتورة بتوصفها لنا، وبنوقف أي طرق تقليدية تاني لإزالة الشعر. هل الليزر بيغمق الجلد؟ لا، الليزر ما بيغمقش الجلد، بالعكس الليزر بيفتح، بس عدم استخدام الكريمات اللي بعد الجلسة هو اللي ممكن يؤدي إلى اسمرار الجلد. هل الليزر آمن مع الحوامل؟ الليزر آمن جدا مع الحوامل، ملوش أي آثار جانبية، ويمكن تستخدم من أول فترة الحمل لحد آخرها. في ناس بتخاف من أجهزة الليزر أو بتخاف إنها تبتدي السيشنات بتاعة الليزر. الليزر آمن جدا، وعندنا في عيادات ديرما ألين عندنا جهاز كانديلا جنتل برو من أحدث الأجهزة اللي موجودة. نظام التبريد فيه عالي جدا، مفيش ألم سواء أثناء الجلسة أو بعد الجلسة. الجلسة ما بتاخدش وقت أبدا، ومناسب لكل أنواع البشرة. دي كانت أهم الأسئلة اللي وصلتنا بخصوص الليزر وخصوص أزالة الشعر بالليزر. لو عندكم أي أسئلة تانية ابعتوا لنا على صفحات ديرما ألين.